ميت فل على الكل، على اللي بيسمعونا واللي مش بيسمعونا، على اللي معانا واللي ضدنا، أو حتى ناويين يكونوا ضدنا. البكاء. هل البكاء ضعف يا جماعة؟ المجتمع بينظر للبكاء كأنه ضعف، ولكن اللي المجتمع ما يعرفوش إنه علميا وجسديا البكاء شكل من أشكال التخلص من الإجهاد اللي بيقوم بالجسم، وبالبلدي كده هو تخلص من العواطف المكبوتة، سواء كانت بسبب إحباط، فرح، تفريغ مشاعر أو شحنة معينة. وأسباب البكاء كتيرة قوي. في بكاء من خشية الله، في بكاء الحزن، وجع، فزع، خوف، فرح، بكاء الشكر، بكاء الرضا والموافقة، بكاء النفاق، بكاء الرحمة. البكاء ليه فوائد صحية كتيرة جدا: تحسين الرؤية، تنظيف العينين، تخفيف التوتر، الشعور بالارتياح، تنشيط الدورة الدموية، تقليص الجسم من السموم، وبيحافظ على الصحة العامة لأنه بيساعد على مكافحة أمراض زي ارتفاع ضغط الدم ومرض السكر والأمراض اللي بتصيب الإنسان بسبب الإجهاد. سيبكوا بقى من درس المعلومات العامة والجزء الجد اللي أنا عشت فيه الدور ده، وتعالوا نتكلم في الممنوع. ليه المجتمع بينظر للراجل اللي بيبكي إنه ضعيف ومش راجل، ودايما يقولك الراجل ما يعيطش؟ يعني إيه؟ إيه العلاقة بين الرجولة والبكاء؟ على فكرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بكى. ده للناس اللي بتربط كل حاجة بالدين. وانا ما اقصدش ان الراجل ينهق ويصوت ويتشحتف ويلطم على صدره، لا، انا بتكلم عن البكاء. هو الراجل ما عندوش احساس ومشاعر؟ في ناس بتخرج اللي جواها بالكلام والفضفضة، وساعات مش بيلاقوا حد يتكلموا معاه، وناس ممكن بالضحك، وناس بالبكاء، وكده كل واحد وليه طريقة، وده حسب الموقف. واكيد كلنا عندنا وبيحصل لنا مشاكل او مواقف بتخلينا عايزين نبكي. طب الراجل مش انسان وعنده احاسيس ومشاعر؟ اصل لو ما عندوش ما كانش قدر يحب. مثلا ما كانش حب امه، ابوه، مراته، ولاده، وقبل كل ده ما كانش هيحب ربنا اهم حاجة في حياته. لا، الراجل بيحب، يبقى اكيد عنده احساس ومشاعر، وبني ادم طبيعي جدا. وعلى رأي المثل: من لا يعرف الدموع لا يعرف الرحمة. واحد مثلا مريض بمرض خطير، وبعد معاناة وفترة ربنا أنعم عليه بالشفاء وخف، رد فعله هيكون إيه لما يعرف إنه خف؟ في ناس الدموع هي أفضل تعبير في حالة زي دي. هل ده ضعف؟ ولد مصري اسمه محمد حسن، كنت بتفرج على برنامج أرب آيدل. الولد ده عنده حلم، فضل يكافح ويحارب لمدة 12 سنة عشان بس ياخد فرصة، مش يوصل، ياخد فرصة. ولما دخل أرب آيدل وصل لمرحلة الخطر واحتمال يخرج بره، بكى علشان حس ان الحلم اللي كافح عشانه 12 سنة ممكن يضيع. هل ده ضعف؟ الضعف الحقيقي انه ما كانش كمل الكفاح عشان حلمه. بعض الناس على السوشيال ميديا سلخته عشان بكى. ويبكي ليه؟ ويعمل كده ليه؟ يا جماعة دي مشاعر خوف على مشوار طويل وكفاح، وبتخرج من جوه إنسان ليه روح وإحساس ومشاعر. ولا المجتمع بيقبل البكاء من المرأة على أساس إنها ضعيفة؟ لو المرأة جسمانيا أضعف من الرجل، علما بإن ده مش صحيح، بدليل إن المرأة بتستحمل الولادة اللي الراجل ما يقدرش يستحملها. ولو المرأة عاطفية أكتر من الرجل وبتستخدم العاطفة أكتر، فده مش معناها أبدا ومش شرط أبدا إنه يكون ضعف. وطبعا انتوا عارفين كويس قوي الستات وقدراتهم الجبارة. الرجولة أفعال وأقوال وشهامة وجدعنة. الرجولة إنك تبقى راجل مع مراتك، مع أمك وأبوك، مع أصحابك والمجتمع. الرجولة إنك تكون كويس مع أولادك وما تظلمش حد منهم وتفضل حد على حساب حد بالظلم. الرجولة لو كانت بمنع البكاء والدموع ما كانش حد غلب. ممكن واحد ما يحبش يبكي قدام الناس، بس ممكن جدا يبكي قدام أمه، أبوه، أخته، مراته، أو حتى لوحده. أنا شخصيا بكيت كتير قوي، وأكيد لسه هبكي كتير.
وبجد بستريح جدا جدا جدا، وبحس براحة وإني خرجت من جوايا شحنة ومشاعر. كل واحد يعمل اللي هو عايزه وحاسس بيه ويريحه، طالما مش حرام ومش هيضر حد أو يقيد من حريته. مش يريح المجتمع ويمشي ورا اعتقاد أو مقولة اجتماعية ملهاش أي معنى ولا أي أساس سليم على حساب نفسه، وده عشان يستريح ويفرغ الطاقة اللي جواه، لأنه لو ما فرغهاش وطلعها هيفضل دايما كاتم جواه، وده مضر جدا نفسيا وعصبيا. وتاني على رأي المثل، من لا يعرف الدموع لا يعرف الرحمة. وعلى فكرة أنا بقول وجهة نظري الشخصية، وبحاول أطرح موضوع ونحلله مع بعض، واللي متفق معايا أهلا وسهلا، واللي مختلف معايا مليون أهلا وسهلا، لأني بجد بستفيد جدا من وجهات النظر المختلفة. عشان كده اكتبوا كومنت وقولوا رأيكم في الموضوع. بس يا جماعة المهم إنه دايما يفضل اختلاف مش خلاف، وهو ده الهدف من البرنامج، إننا ننفتح على بعض ونتبادل الأفكار ونسمع بعض ونساعد بعض وننصح بعض، عشان المجتمع يتقدم لقدام ومصر ترجع زي زمان. محمد سعيد. do 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 do